يعني بنشوف منافسه شرسه ما بين ممثلاتنا الحلوين. يعني انا بعتبرك من اجمل الممثلات في مصر، وكمان خريجه فنون مسرحيه، فانت بالنسبه لي يعني يعني تاخدي ختم الجوده. يعني ممثله قعدتي 4 سنين عشان تبقي ممثله. عندنا اسماء جلال، عندنا ايه سماح، عندنا لا بقينا هوليود بجد. الحمد لله. احنا حقيقي احنا بناتنا حلوين قوي على فكره. وشاطرين جدا وما شاء الله، ودايما في الزياده. بس كل واحد بيبقى ليه الطابع بتاعه، كل واحد ليه بصمته، وده اللي بيثبتوه في شغلهم وده اللي بيثبتوه في اعمالهم. فيا رب دايما كده نبقى يعني الطابع بتاعك. الطابع بتاعي لا، مش انا اللي هحدده. لا ده الذوق الاخر. كده يعني والله بص، يعني عندنا نتميز بالشياكه والجمال والاناقه. ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك. لا بص، هقول لك على حاجه. انا بحب المسرح وبحب السينما وبحب الدراما، بحب التمثيل، بحب الفن. فبالتالي كل ما بتكون في فرصه لائقه يعني ايه لائقه؟ يعني لائقه، يعني حاجه محترمه كده لما نتفرج عليها. عندك خطوط حمراء؟ لا ما اقصدش. انت خدت المعنى ده. لا، هو كل واحد عنده خطوط حمراء على فكره، حتى اللي احنا فاكرين ان دي مش خطوط، هو عنده خطوط في حاجات تانية. فالخطوط الحمراء دي الليميتس بتاعتنا اللي احنا كلنا بنحطها. واحده تقول لك مثلا ما البس مايو، ما البس كاشمايو، ما البس مش عارف ايه. هو الفكره انت بتقدم. انت بتلبسي ايه؟ هقول لك على حاجه، بلبس مايو في البحر. عايز اسالك سؤال، انت هتقدم ايه ازاي؟ ما انت ممكن تكون واحده واقفه يعني لابسه كل حاجه وتعمل رياكشن بعينيها، تعمل رياكشن بشفايفها، تعمل رياكشن بنص وشها. عملت اكتر اللي مشيت من غير حاجه خالص عاملاه. فهو انا ممكن اضحك عليك واقول لك بص ده ما فيش حاجه، وتيجي تلاقي كل حاجه. فهي بتبقى انت ازاي بتقدم الحاجه. تعالى نفكر الجمهور بابرز دور ليكي. احلام، عمر افندي دلوقتي ولا قبل كده؟ خلينا الاول نتكلم عن عمر افندي، خصوصا انه عامل الحمد لله. لا عمر افندي الحمد لله واخد رد فعل هايل ويخض، يعني فاهم. فانا مبسوطه جدا بالمشاركه، كان شيء يشرفني جدا وسعيده ان انا كنت في هذا العمل، ولسه مكمل يعني، لسه فاضل 5 حلقات. ايه اكتر حاجه شهرتك عند الناس؟ والله انا شايفه ان كل حاجه بيبقى ليها طعمها، بس عمر افندي ليه طعم مختلف تماما، والناس متابعه بشكل، والسوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عنه. فانا برضو ما ينفعش انت تسالني، انا ما اعرفش، انا مش التقييم. بس انا مبسوطه بالمسلسل ومبسوطه جدا بمشاركتي فيه، ومبسوطه بالشغل مع الناس دي كلها. شايفه بقى التطور الكبير السعودي في الدراما وفي المسرح وفي السينما، ويعني شايفاه ازاي؟ شيء مبهر طبعا، ده شيء مبهر جدا ومفاجئ، وتطور رهيب وفي وقت قليل، وفي نهضة بتحصل هناك في السعودية. فأنا طبعا ببارك لهم جدا جدا جدا. طبعا عامل نهضة في المسرح وفي الفن وفي الثقافة عموما، ويا رب دايما في زيادة في زيادة في زيادة. تتمني تشتغلي حاجة في السعودية؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا، يشرفني وأتمنى، أكيد طبعا. طيب قولي لي بقى